بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في حلقتنا جديدة على قناة رؤيا. معكم محمد بحيري المحب. كل عام وأنتم بخير. وعدناكم ليلة أمس إن هيكون موعدنا اليوم وحلقتنا عن السيدة الشريفة رابعة العدوية، أو كما تسمى قديسة الحب الإلهي. من أول هذا الموسم الرمضاني عندما شرعت في الحديث عن الأولياء، كان بقصد تنمية العقل الجمعي أو العقل الجماعي لدى الناس، خصوصا وإن الخزعبلات أو الحكايات أو الفولكلور في حكايات الناس عن المشايخ مرتبطة بقصص لا أصل لها في حياة الشيخ، كما ذكرنا في حياة مثلا سيدي أحمد الرفاعي. أول ما تيجي سيرة السادة الرفاعية على طول يروح الوجد أو المنطق عن التعبين، ودللنا ان كل هذه المعلومات هي من اللغط ومن الخرف حول شخصية الولي. كالعادة برضو تلك السيدة رابعة العدوية، وبيصار حولها لغط. سبب اللغط هو أول ما هنذكر اسم السيدة رابعة العدوية يذهب فكر ووجدان العربي خاصة إلى الناحية الدرامية، وهينظر إلى الفيلم اللي تم إنتاجه هنا في مصر بعنوان رابعة العدوية سنة 63 من إخراج المخرج نيازي مصطفى. وهي كانت قصة خدها عن الدكتور عبد الرحمن بدوي. طبعا القصة كان فيها لغط، وعايز أقول للناس أن للأسف الإعلام أو السينما هي بمثابة السحر الأسود في هذه الأيام، والإعلام أداة من أدوات هدم العقل المعاصر، لأنه لا يزف الحقيقة وما بيعرفش الناس الحقيقة حتى في بعض المفاهيم. كلمة جارية وكلمة أمة، يعني لما بنقول جارية فيعتقد الناس إن لفظ جارية بيسري على البنت الجميلة اللي في عمر العشرين مثلا. لا، دي اسمها أمة. كلمة جارية يعني البنت الصغيرة، وجاية من لفظ تجري مع الصبيان، ومن هنا سميت جارية. إنما الست المكتملة من الناحية الفسيولوجية دي اسمها أمة. السيدة رابعة العدوية بقى في خلط. احنا بقى هنقول الحقيقة وهنقول المراجع والكتب، بعيدا برضو عن الانتماء للصوفية، قدر ما بنحاول نقول الحقيقة. السيدة رابعة العدوية في خلط في أهل العلم بينها وبين السيدة رابعة الشامية. هي برضو كانت متصوفة وعلى قدر عالي من العلم وقدر عالي من الوصل، ولكن خلط الناس بينهم دايما. لكن فيما يخص السيدة رابعة العدوية، هي ولدت بمدينة البصرة على أرجح الأقوال. يعني فريقين ذهبوا في ضبط الميلاد بالنسبة لها سنة 100 هجرية، وفي رأي تاني بيقول 95 هجرية. سبب تسميتها بهذا الاسم بكلمة رابعة إن كان ترتيبها في إخواتها رقم 4 فسميت رابعة. الحتة دي أو سبب التسمية ده برضو ليه أثر. يعني احنا مثلا في الحضارة اليونانية لما بنقول أوكتافيوس كان رقم 8 في اخواته. هي باللاتيني أوكتافيا أو أوكتافيوس، هو رقم 8. وكان بيستدل الناس ان بدوره في الولادة بينه وبين اخواته فبيحمل الاسم. هي حملت رابعة لانها كانت البنت الرابعة. قيل انها ولدت في اسرة فقيرة جدا، وبيعت في سوق العبيد ب6 دراهم، واشتراها رجل من اهل البصرة يدعى عاتك. ولما لقى البنت دي يعني مش زي الفيلم بقى ان هي كانت تعيش حياة المجون والفجور والناي والرقص وخلافه، لا، الموضوع ده مش صح. السيدة الرابعة العدوية لما اشتراها هذا الرجل
وجد أنها لا تلعب مع البنات في عمرها ولا تلعب مع الصبيان، ودائما جالسة للعبادة، ضعيفة وهزيلة، فعتقها لتتعبد. أغلب الكتب قالوا إن هي طوال 60 سنة من عمرها تعبد الله، لم تتزوج، على الرغم احنا لسه هنقول يعني تقدم لخطبتها أكابر الناس. بيعت ب6 دراهم. لما لقاها الشيخ أو اللي اشتراها، المالك اللي اشتراها مسرفة جدا في العبادة، عتقها. طبعا كان في عصرها الحسن البصري إمام التابعين، وسفيان الثوري، وعلماء كتير في اشتباكات بينهم. كانت موجودة في البدايات لتبدأ بوضع بذرة الحب الإلهي. يأتي في القرن السادس الهجري يا سادة فريد الدين العطار، وده من كبار الأولياء، ليترك لنا كتابا بعنوان تذكرة الأولياء، فيشرح فيه عن التصوف والمتصوفة، وذكر السيدة رابعة العدوية، وأنا جبت النصوص من كلماته ومن كتابه. قال أنها ذات الخضر الخاص المسطور بستر الإخلاص، المتوضية بنار العشق والاشتياق، والمحترقة إلى القرب والاحتراق، الفانية في الوصال، والمقبولة عند الرجال، كأنها مريم الثانية، صافية صفية، إنها السيدة رابعة العدوية. يكون مرجع فريد الدين العطار هو بمثابة تأصيل عن حياة السيدة رابعة العدوية، على الرغم من وجود بعض الكتابات التي ذكرت. يعني ذكرها لويس ماسينيه في البحث اللي عمله في كتابه الشهير بحث في المصطلح الفني للصوفية. وابن الجوزي ذكر السيدة رابعة العدوية برضو في بعض كتبه، وكذلك الذهبي، شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء. وأهل العلم اتفقوا يا سادة أنهم أحسنوا إلى قدر السيدة رابعة العدوية، ونفوا عنها ما تم تصويره في الفيلم المصري المسمى رابعة العدوية، الذي تم إنتاجه سنة 63 على كما ذكرنا. ولكن القصة قد أخذها عبد الرحمن بدوي على اعتباره أنه اقتص لفظا من كتاب فريد الدين العطار، ذاكرا أنها حال فقرها في فترة من عمرها قد اشتغلت في عزف الناي، وبدأ الرجل يرسم من خياله الدرامي قصة، مما لا شك أن الدكتور عبد الرحمن بدوي فيلسوف رائع، لكنه صور هذه الصورة بشكل خاطئ. وأنا كرأيي الخاص يعني كان مليء بين أهل الفن من يستحق عمل دور رابعة العدوية، مش نبيل عبيد. السيدة رابعة العدوية زي ما قلنا يعني كان في زمانها الحسن البصري، سفيان الثوري، وثوبان ابن إبراهيم المكنى بذنون المصري. في خلط وفي فكرة درامية خاطئة، يعني صوروا لك إن ذنون المصري كان شيخ عجوز وهو الذي رباها وعلمها. لا، ذنون المصري شاب كان أصغر من السيدة رابعة العدوية بحوالي 50 سنة. هو ولد في مدينة أخميم بسوهاج سنة 155 هجرية، وكان صغيرا وانتقل للبصرة وقابل السيدة رابعة العدوية في آخر عمرها. لكن هي لها حادثة مشهورة جدا مع سفيان الثوري ومع الحسن البصري، لأنها كانت من مريدين الحسن البصري وتقدم لخطبتها ورفضته، وبرضو الشيخ سفيان الثوري تقدم لخطبتها ورفضته، وتقدم لها والي البصرة يعني محافظ البصرة كان اسمه محمد ابن سليمان الهاشمي ورفضته. وهي لها جملة شهيرة قوي في مسألة الزواج حتى لا يلوم أحد، يعني أغلب المتصوفة ليه لم يتزوجوا؟
قالت: الزواج يا سادة لمن لهم الخيرة، أما أنا فلا خيار لي. هي في أغلب تواريخ الوفاة في رأي ذهب إنها توفت 130 هجرية 135 هجرية، ده مثلا قالوا ابن الجوزي. في رأي آخر ذهب إنها متوفية سنة 180 هجرية الذي ذهب إليه شمس الدين الذهبي. وفي رأي ثالث بيقول إن هو 185 هجرية، وهذا الرأي تبناه ماسينيه في المرجع اللي ذكرناه من شوية، على اعتبار أن ماسينيه أتى بحجج قوية جدا برهن بها من خلال مقابلتها مع المشايخ العظام إن في الحقبة الزمنية غير مقبول تاريخ وفاتها سنة 135 هجري. وماسينيه المستشرق الفرنسي كما سبق أن أشرنا في حلقات سابقة أنه كان ليه آراء تبناها في الصوفية وفي تحقيق الصوفية، وإن الحلاج أثر فيه بصفة خاصة مما بين الأولياء، وأنتج لنا كتاب عظيم جدا عن الحلاج. وماسينيه كان يؤمن الكلام اللي احنا قلناه امبارح اللي هو نقطة الالتقاء بين أهل الطريق عادة، يؤمن بنظرية اسمها التماثل، وهو بيؤمن ان كل الأولياء يشبه بعضهم البعض في مسلكهم وفي طريقهم، طريق الحب. السيدة ماريا السيدة رابعة العدوية كانت تقول: هناك توبة للعوام وتوبة للخواص، فتوبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة عن حب الله. وتفتح لنا قديسة الحب الإلهي مسمى حقيقي في العشق الرباني، وأن عندما سألها سفيان الثوري قالت: ما عبدته طمعا في جنته أو خوفا من ناره، بل عبدته كونه إله يستحق أن يعبد. ونظمت أشعارا لا تزال تنتشر حتى اليوم تعبر عن حالة صادقة. وتلك الأشعار تم غناؤها في الفيلم بصوت الفنانة أم كلثوم: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من عداك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولست أراك، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك. فلا الحمد لي في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. السيدة رابعة العدوية أثرت المكتبة الإسلامية وفتحت الطريق لمن جاء بعدها من المتصوفة في إيضاح مفهوم العشق الإلهي. على اختلاف آراء أهل العلم قيل أن قبرها أو ضريحها موجود في القدس، وذهب رأي آخر أن لها ضريح في دمشق. أما الضريح في القدس فهو للسيدة رابعة الشامية، كما ذكرنا أن الخلط دائما يحدث بينهما. وأما رأي آخر برضو أن القبر الموجود في دمشق هو للسيدة رابعة الشامية. السيدة رابعة العدوية احنا النهاردة بنقول أن المرأة أثرت في الوجود، فما بالك أن تتعلق المرأة وتصير من أهل الولاية. وبيحضرني في هذا الشأن في رأي ظهر يعني يمكن هو شاذ من نوعه بين فقهاء المسلمين اللي أثاروا ابن حزم الأندلسي صاحب الفقه الظاهري اللي برضه يعني محسوب على الشيعة، ولكن احنا هنا خدنا منه فقه السنة هنا في مصر. خدنا تقريبا في القانون تقريبا قانون الأحوال الشخصية كله خدناه من الفقه الظاهري. قال أن المرأة كانت نبية
على اعتبار إنه بيستدل إن الألفاظ كلها كانت ألفاظ مؤنثة. سيدي محي الدين ابن عربي كان له عبارة شهيرة يقول: المكان الذي لا تأنيث فيه لا يعول عليه. إلى هنا يا سادة نصل إلى ختام هذه الحلقة. لم يحضرني ترتيب لباكر، لكني آه، أود غدا أن أذهب إلى شخصية جليلة جدا، هي برضو محل خلاف ومحل نظر، ولنقول عن هذا الصوفي وهذا الولي والعالم الشيخ الكبير أبا يزيد البسطامي، ونشرح المناقب بتاع سيدنا أبا يزيد، ونقول كيف كان رده على بعض الأسئلة التي لولاه ما تمت إجابتها. نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. السلام عليكم.